بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يكون يوم جميل ويوم سعيد وروتيني إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. اضغطوا لايك وليس يعني فضلا وليس أمرا لو عجبكم الفيديو بإذن الله. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ الروتين. أول حاجة هنطلع للفراخ والبط. ما شاء الله البط بدأ يكبر تمام، وحتى لو ما كبرش للدرجة دي خلاص كده ما شاء الله كبروا وخلاص. هنبدأ نذبح فيهم، بس مش هنذبحهم كلهم لأني طعمه بيتغير لو حطيناهم في التلاجة تمام. فعشان كده وتعالوا نشوفوا الحمام ما شاء الله زي ما قلت لكم جوز مات منهم ودول فاضلين، بس شويه كده نستنى يكبروا شويه. حتى هو يعني ابوهم وامهم مش بيوكلهم كويس بسبب البط مش مخلي حاجه وما بيعرفوش الحمام ينزل ياكل منه، ده سبب بصراحه رئيسي ان احنا نبطلهم. وخلاص كده حطينا لهم برسيم وبنحط لهم عيش وبنحط لهم علف عشان خاطر يقضيهم ويشبعوا ويكبروا. تعالوا مع بعض هننضف الصاله اللي معرفش تراب وفرافيت كتيره خالص خالص بتبقى ماليه الدنيا عندي بسبب العيال، وعلى طول اشيل في السجاد واحط في السجاد، والشقه اصلا صغيره مش كبيره للاسف تمام. فعشان خاطر كده تحس الدنيا بتكركب معايا بسرعه. ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم باذن الله، وكل اللي نفسه في حاجه يا رب ونفسه الشقه ونفسه يوسع على نفسه كده ربنا يديله كل اللي يتمناه. بعد ما خلاص كده كنست ومسحت يعني شلت التراب كله مسحتها. بعد كده هفرد السجاد ده بصوا يوميا بنفضه. يعني انا عندي المكنسه الكهربائيه بس بصراحه بتنضف مش ما بتنضفش، بس لازم بحب اشيل السجاد وانضف من تحته. معرفش يعني انا شقتي دايما مقفوله والصاله مش على الشارع الرئيسي، فما اعرفش التراب ده بيجينا من فين الله المستعان. بس ايه ايدك على طول على المكنسه زي ما شايفين الدنيا بتكركب معايا خالص. عيالي والله ما بيخلوا يعني ساعه واحده الصاله نظيفه، بس هتعملي ايه؟ انت بتشوفي نفسك المنظر نفسه والحاجات يعني بيستفزك الامر. تعالوا مع بعض النهارده بعد ما خلصت كده وفرشت الصاله وفرشت كل حاجه هنعمل مع بعض شويه محشي حلوين كده وجمال جدا، وهقول لكم على طريقتي الحلوه فيها او طريقه امي الله يرحمها تمام عشان ما اخش من وقتكم. سبكتها البصل والطماطم. انا بصوا بصفر البصل وبخليه يبقى احمر مش ابيض عشان اكون صريحه معاكم، بيبقى طعمه حلو لما يسبك. وبعد كده بحط له الطماطم، بقطع الطماطم واحب الطماطم تكون فريش. وحطيت له بعد كده رز، وبعد كده حطيت التوابل بتاعتي نزلت بيها. بصوا التوابل ما بكترش، اهم حاجه في التوابل بحط الكزبره والكمون ومعلقه القرفه. انا القرفه ما بحبهاش خالص بس بصراحه في المحشي بتفرق وبيبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. فبحط معلقه صغيره، وحطيت بودرة مكعبات، وبالأخص بحط مكعبات مرقة ماجي بصراحة أحلى مكعبات بحبها جميلة جدا. وبص عايزة تاخدي طعم حلو كده تحطي فلفل اسود وتحطي شطه، لكن لو عندك اطفال زيي وبستحرم ما احطها عشان خاطر ياكلوا لاني انا اصلا بطبخ وبعمل كل حاجه ليهم هم مش ليا انا. فما بحطش بصراحة شطة ولا بحط فلفل. لو حطيت ممكن فلفل اسود حتة بصيطة خالص. واطفالي اول ما بيحسوا بيها اولادي بصراحة ماما مش شطة، وهي تكون حتة بسيطة خلاص كده بطلت. بس بصراحة المحشي ما بيتاكلش من غير الشطة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والفلفل. بصراحة بيدي طعم مختلف. وتكتري الخضرة على قد ما تقدري وتدخليهم في بعض زي ما شايفين حلوين خالص كده. في ناس كتير بتعمل بصراحة يا بنات هو البتاع دي يعني البصل ما بتقلهوش وما تحمرهوش وكده بيبقى حلو مش وحش وبيبقى خفيف جدا. بس هي الحاجة المسبكة احنا معتادين عليه بتاخد طعم جميل جدا. وسبكتها لو عندك حتة ليا او حتة دهنة خفيف خالص او اكتر اللية او حتة الدهنة اللي هي الدوش اللي في اللحمة دي بتدي طعم جميل جدا. يعني مثلا لو ما عندكش لحمة، لو انت عايزة تعملي كده قرداحي من غير لحمة ولا فراخ ممكن تعملي عادي. شيلي حبة شوربة من شوربة اللحمة اللي انتي مثلا سويتي بيها وعملت الخضر، شيلي شوية في التلاجة وحطيهم في علبة كده في الفريزر واحتفظي بيهم، ويوم ما تعملي فيه المحشي تطلعيهم كده وتزودي بيهم. بجد بتنفع يعني في نص الاسبوع كده تعمليها حاجة حلوة. بصوا زي ما قلت لكم انا اشتريت كرنبة بجد انا يعني ما اعرفش انا يعني في تقطيع الكرنب بصراحة مش بعرف اقطع الورق حلو تمام، بس حاولت على قد ما اقدر وسلقتهم. بس هي الكرنبة انا وجايه بيها للاسف وقعت مني. فلما جيت يعني اقطعها بالسكينه وكده فتحسيتها مكسره من جوه، فحاولت الملم على قد ما اقدر تمام. هو طعمها جميل وحلو خالص والله فوق ما تتصوروا. بس الورق بصراحة اتكسر مني وكبير شوية، بس والله الطعم جميل جدا جدا فوق ما تتصور. في ناس محترفة بتبقى
في حكاية الكرنب تعمليه صغنن كده خالص. أنا بصراحة باحب الورق أكتر من الحشو، واللي يهمني أكتر حاجة الحشو. حتى أنا لمّا باحشي مثلًا باعمل خلطات محشي كتير مثلًا زي فلفل، بتنجان، مثلًا كوسة وكده، بصراحة مهما آكل ومهما أعمل ما بالاقيش أحلى من الكرنب، وباحب ورق الكرنب وكده. في طريقة حلوة وجميلة جدًا أنا باعملها بصراحة بتسهّل عليَّ وبتسرّع عليَّ جامد الكرنب، لإن بياخد وقت الورق الكرنب. الطريقة دي زي ما شايفين حضراتكم هتلفوها كلّها، معلش الكاميرا ما كانتش مضبوطة في الحتة دي. بتطوّلوها يعني مثلًا كبيرة كده، بتعملوها على كبير، بعد كده تقصّيها بالسكينة زي ما شايفين حضراتكم كده، وهانزّلها في الحلة واحدة، واحدة. أول حاجة أنا دهنت الحلة بالزيت، حطيت فيها زي معلقتين زيت، وبعد كده فرشتها عشان ما تتحرقش من تحت، تمام. وبعد كده بصراحة ما عجبتنيش الفكرة، لإن لقيت مش بتطلع ملفوفة حلو، بتنجزي بسرعة بس ما بيبقاش الورقة ملفوفة حلو. أنا باحاول على قد ما أقدر أعمل الكرنب يعني مثلًا إني أنا ألملمها زي ما قُلت لكم إن هي اتكسرت معايا. بجد الكرنب الأيام دي حلو وجميل جدًا لو أنتِ عايزة تخزّني كرنب، الكرنب البلدي، لإن بعد شهرين كده أو بعد شهر مش هتلاقي للأسف الكرنب الحلو، اللي هو البلدي اللي هو من الأرض والبلدي كده وحلو، لكن أمّا باجي ما باجي بتبقى الزراعات مش حلوة. أنا يعني باحب أعمله في رمضان كنوع من أنواع التغيير، تمام. إحنا في رمضان أغلب الوقت علينا بيبقى المَيّة والعصير، سواءً شتا أو سواءً صيف، بس إيه يعني كنوع من أنواع التغيير. أصلِك أنتِ بتحبي تجددي وساعات بتعملي عزومات وكده، ما بيبقاش مثلًا في ناس بتبيع ورق كرنب يعني مثلًا محتفظة بيه وكده مجمد، بس ما بيبقاش زي بتاعِك أنتِ اللي بتعمليه حلو. فإن شاء الله المرة الجاية بإذن الله ناوية أشتري كرنبايتين كده، واشتري قرنبيطة كده، القرنبيط برضه ما لناش فيه، بس نوع من أنواع التغيير زي ما قُلت لكم التجديد في سفرتِك وكده، مع أولادِك، مع يعني هتعزمي حد حاجة كده. فساعات يعني مرّة كده ومرّة كده في رمضان بنجدد، مرّة مثلًا ساعات نفسنا بتهفنا مثلًا على نواشف، تمام. ساعات بنطبخ، أغلبيته بيبقى الطبيخ عشان يعني العزومات بتبقي معزومة وعازبة، لكن بنجدد. ساعات الواحد من كتر الطبيخ بيمل. أنا زي ما قُلت لكم أهم حاجة في رمضان بيبقى المَيّة. رمضان السنة دي جاي في شهر 4 بس برضه الجو بيبقى حَر. في حاجات كتير هنعملها إن شاء الله في رمضان، ونعمل الزبادي، ونعمل طريقة الفول الجميلة جدًا وأصناف الفول. أنا بصراحة أكتر طريقة باحبها في الفول طريقة الفول الإسكندراني، كلتها كذا مرّة، بصراحة جميلة جدًا وخاصةً من عربية بطريقتهم الجميلة الحلوة. يا رب تعجبكم، أتمنى تدعموني باللايك الجميل بتاعكم اللي بيفرحني دايمًا. أتمنى القناة تدعموها لإني بجد محتاجة دعمكم، محتاجة اللايكات بتاعتكم. اللايكات بتاعتكم يعني مش هتعمل لكم حاجة ولا هتضركم في حاجة، بس هتفرحني أنا، وده تقدير منكم ليّا. أنا باتعب جدًا والله يعني أنتم ممكن تشوفوها صورة أو كده، لكن عشان خاطر أجيب التليفون وأعمل وأصوّر وكلّه ده يعني ده مُتعب ومُرهق. ممكن تشوفوا الصورة أنتِ بسيطة، لكن والله إرهاق، إرهاق. فأنتم يعني قدّروا تعبي، ربنا يخلّيكم وكده ويعني واشتركوا في القناة، اللي يشوف الفيديو ربنا يخلّيه، وادعموني باللايك الجميل جدًا بتاعكم اللي بيفرحني ويفرح قلبي. ربنا يخلّيكم. خلاص كده استوى الكرنب تمام، وما شاء الله طعمه حلو خالص. بس زي ما قُلت لكم المشكلة في الورق إني بالعافية لملمته، فهو الورق شوية كبير، بس الطعم يعني جميل وخطير جدًا. أتمنى تعملوها بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.